السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير فأتم الصحة والعافية، والف مبروك للمنتخب الوطني. نتمنى ان شاء الله انه يبقى للنهائي واللي ما لم ياخدش كأس العالم ان شاء الله. كما تشوفوا معايا اليوم حضرت معكم واحد الطورطة ولا واحد الجنواز. صراحة كتطلع رائعة ونتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. كما غتشوفوا معايا راه جات في واحد هكا كما كتشوفوا طبقات من الالوان وغير هكا كما كتشوفوا غير بجوج البيضات ان شاء الله. واللي ما تاخدوهاش كمشروع. هنايا البنات عندي هنا جوج بيضات وعندي فاني وعندي كاس ديال السكر وعندي كاس الا ربع ديال الزيت وعندي نكهه ديال الفرomبواز ولا نكهه ديال الفريز والملون احمر وكذلك المذاق النكهه ديال البيستاج والملون الاخضر. المهم هنايا كتشوفوا معايا غادي نخلط هاد المكونات غير في الخلاط الكهربائي. ما غاديش تحتاجوا لهنايا لا عجانه ولا طراب. كيف ما غتشوفوا معايا ان شاء الله غندير كلشي في المونينكس. درت هنايا كاس ديال السنيده وغادي ندير معاها قبصه ديال الملح ونبقى نضيف هنايا وانا كنخلط. غادي نبقى نضيف هنايا الزيت كخويط كيف ما كتشوفوا معايا ان شاء الله هكا حتى نكمل داك الكاس. من بعد غادي نضيف الفاني وغادي نضيف ان شاء الله كاس ديال الماء هكا كما تشوفوش ما عامرش ويكون هنايا طايب مزيان. وانا كنضيفو كذلك تدريجي وانا كنخلط والخلاط خدام كما كتشوفوا هكايا نخلط. المهم ما تديوش عليا انا هنايا راه كل تلفانه معاكم يلا حطيت الغلاقه ديال المونيميكس وليت كندور كنقلب عليها ما لقيتهاش. المهم ضيبالي باش ما كان. هنايا البنات عندي جوج كيسان ديال الدقيق. هنايا راه خلطت كاس الاولاني ونخلط وغادي نزيد كاس الثاني. ومن بعد غادي نقسم هذا الخليط هذا غادي نقسمه ان شاء الله على جوج الانصاف. نتوما البنات الا بغيتي ديروا غير جنواز وحده راه غادي الا عندكم غديروا صينيه وحده وديروا مثلا بغيتي ديروها بالفاني ولا بالكاكاو المور كيبقى لكم الاختيار. انا هنايا البنات راه حبيت انني نلونها هنايا بالاحمر وبالاخضر داكشي علاش. اما نتوما البنات غادي تطلقوها غير في الصينيه وغادي ديروا الخميره وغادي ديروا في صينيه تكون كبيره وندخلوها الفران. انا البنات هنا قسمت الخليط على جوج. هنا درت كيس ديال الخميره حلويه وحده ودرت هنايا راس المعلقه ديال النكهه ديال البيستاج وكذلك راس معلقه ديال الملون الاخضر. وهنا كذلك هو درت هنايا راس ديال المعلقه ديال الكاكاو المور فقط باش يعزز لنا داك اللون الاخضر باش يجينا شويه هكايا مغموق شويه. ومن بعد غادي نديرو ان شاء الله في الصينيه ديال الصينيه هكايا دايره اللي دهنتو بالزيت ورشيتو بالدقيق فقط باش ما يتلصقش لنا هاد الجنواز. البنات هاد الجنواز كتجي صراحه بديل ديال الجنواز وكتجي زوينه صراحه. ما بيناش بلي راه غير بديل ولكن تبارك الله كتجي هكايا هشيشه ورطبه. وكذلك النصف الثاني كيف ما غتشوفوا معايا النصف الثاني راه درت نفس المراحل. درت كيس ديال خميره الحلويات درت النكهه ديال الفريز ودرت الملون وغادي حتى هو غادي نخلط وغادي ندير راس معلقه صغيره ديال الكاكاو المور وانا كنخلط. وكذلك غادي نخويه في الصينيه ديال الفرن وغادي نديرو على النار اللي غتكون غير شاعله غير من التحت تقريبا 20 دقيقه. من بعد غادي نزيد نشعل عليها من الفوق تقريبا غير واحد دقيقه ولا جوج دقائق هكا ما كاملاش وغادي نخرجوها ان شاء الله. انا البنات راه انتقلت للمرحله كيفاش درت ديك النجيمه الطريقه سهله. انا شريت هذا كيف ما غتشوفوا ديك ورقه خرجتها في المطبعه خرجتها كي بدرهم وغادي نقطعها ان شاء الله. المهم كيف ما تشوفوا معايا هنايا عندي الشوكولات. هذاك الشوكولات اللي شفتو معايا شريته ب 120 140 ولكن نسيت انني بلي راه عندي شوكولات هنايا في الدار واستعملت الشوكولات اللي عندي في الدار. تقريبا استعملت 200 غرام ديال الشوكولات. حاولت انني هكايا نقسمو نديرو على في الحمام مائي باش تيذوب ليا. هنايا ما بين دابت ليا ما بين طابت ليا الجنواز هذه خليتها تدفر شويه عاد حاولت نحيدها من المول. كيف ما كتشوفوا كتجي هكايا رطيبه وهشيشه وطيبه وغادي نحطي عليها ضروري البنات هاد المرحله هذه. ما بين تخرجوها من الفران غادي تلويوها في شي فوطه ولا هكا شي زويو ديال الخبز وتخليوها على جنب. هنا البنات ملي يذوب ليا الشوكولات
بديت كنضيف هنايا الملون الاخضر باش نخرج لي داك اللون ديال النجيمه الخضراء. حتى تحصلت على هذا اللون هكايا. وعاود فاش زدت كتزيدوا داك هذاك الغبره راه كيقصح معكم شويه، ولكن ما تخافوش البنات، عاودوا ردوه فوق النار، فوق الحمام المائي حتى يذوب. عاود من بعد سرحوها. المهم البنات راه كتشوفوا معايا هنا كنسرحوا فوق سولو، فوق هذا بلاستيكه. عاد غادي ندير ان شاء الله نرسم هاد النجيمه هكايا. راه حاولت نقطها بالمقص وحطيتها فوق الشوكولات وبديت كنطراسي حتى تحصلت على هذا الشكل هدايا. ومن بعد غادي ندخلو للثلاجه ولا المجمد حتى نسالي ان شاء الله. مورا هنا كتشوفوا عندي هنايا 260 غرام ديال لا كريمه السائله. ومن بعد راه زدت، المهم تقول تقريبا خدات ليا هكايا، خدات ليا 360 غرام ديال الكريمه. ما بين هذه الكريمه كتكون هكايا مسوسه. الا كانت عندكم حلوه ما غاديش تزيدوا السكر. المهم تقريبا الا كان عندكم لتر ديال الكريمه كنديروا 150. الا كان عندكم نص لتر كنديروا هكايا 80 غرام. المهم نتوما على حسب الكميه ديال الكريمه على كتمشيو على هكاك على السكر. المهم المرحله هذه راه ما حاولش نقطع راجلي هنا راه كينقب ليا في الكريم. المهم كيف ما غتشوفوا معايا فاش طاب الجنواز طلعت لا كريم. حاولت انني نحط الطبقه الاولى ديال الطبقه الحمراء ودرت عليها سقيتها هكايا بالحليب مزيان ودرت لا كريم. حاولت ندير لا كريم ديال قياس وتكون هكايا تجي هكايا مقاده، ما تكونش جهه طالعه وكثيره فيها لا كريم وجهه لا. هكذا كذلك ثاني درت هنايا الجنواز الخضراء. البنات راه ما شاركش معكم الجنواز الثالثه حيت خرجت ليا الجنواز الثاني ديك الحمراء ما خرجتش هي كبيره كي باش نقطعها. درت الجنواز الثالثه المقادير درت نصف المكونات اللي شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو. بيضه وحده، نص كاس ديال نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر، ونص كاس ديال الماء، وكاس ديال الدقيق. ها نتوما كتشوفوا معايا. غير هذه فاش حاولت نحيدها من المول حيت هي باقا سخونه داكشي علاش تهرست معايا. هنا كذا غنحاول نسقيها للظهر ديالها باش نحطها، ما نسقيوش على الوجه. نتوما كتشوفوا معايا راه سقيتها عاد نحطها ان شاء الله على الجنواز. واخا تهرست مهم راه ما بانتش لينا في المونتاج، جات عادي كانها ما طاري والو. ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا ان الاعجاب ديالكم، وكذلك اللي باقي موصل المشاهده حتى لدابا ما تنساوش ديروا لي واحد لايك، واللي مازال ما اشترك يدخل يشترك عندي باش نوصل هذه القناه هذه ل1000 مشترك ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا هنا راه كنحاول انني نزيد الكريم وغادي نحاول نحيد هذا السيركل هذا. المهم البنات انا راه تقادت لي لاكريم، مشيت طربت لاكريم وحده اخرى باش كملت هاد القناتي هكا كيف ما تشوفوا. المهم البنات راه كنبقى نزيد لاكريم وكنقاد باش نوقف دوك الحواف يكونوا هكايا كلها فيها كريم، ما تبانش ليا داك الطورطه. بحال هكا بقى غاده مع الكريمه حتى نقادها ان شاء الله ونليسيها مزيان. المهم نتوما البنات الا ما عندكمش هاد الاداه هذه بقات تستعنوا هكايا بالمسطره ولا بملعقه هكايا ولا الموس ولا اي حاجه عندكم البنات ديبانيو بها. البنات راه ما توقعش واحد المشكل درتو انايا حيت هاد الكيلو هاد الحلوه هذه ديال 2 كيلو تقريبا حيت درتها كبيره. داكشي علاش زدت الطورطه الثانيه. الا كانت هكا الحجم الصغير راه غادي تكفيكم ديك الجنواز وغادي تخرج لكم تقريبا 3 القطع الا درتوها في صينيه عريضه. مهم نتوما البنات عينكم ميزانكم. وكذلك هاد الجنوات هذه غادي تقدروا ديروها بكايه بكاكاو المون ولا غير بالفاني. تستعملوا هاد الطورته هذه من غير نجمه غادي ديروها ان شاء الله مثلا كعيد حب ولا عيد زواج ولا مهم صراحه لاي حاجه ان شاء الله. فقط لا غوسيت اللي غتخدموا بها هي هاد المقادير هادو اللي عطيتكم، ونتمنى ان شاء الله نتنال الاعجاب ديالكم. المهم البنات كما كتشوفوا معايا انا باقي كنستمر هنايا نقاد السطح ديال الطورطه، ومن بعد كنحاول انني نقاد هنا الجوانب ديالها مزيان ليسيوم باش ما كان قلت لكم البنات. وقلت لكم المشكل اللي طحت فيه هو انني دايره هاد الصينيه اللي لتحت منها درتها هكا صغيره. فاش حاولت انني نحيدها من هنا نديرها في صينيه كبيره ما. المهم البنات ضروري اي طورطه مثلا بتخدموها عبروا القياس ديالها وشوفوا الا كانت هكايا
صغيره ديروا تاخذوا الصينيه الكبيره تكون كبيره عليها ضروري تفوتها بشي 2 سوايعات بحال هكا تقريبا. المهم نتوما راه هنا كنحاول انني نليسي وكل شويه نعاود كنليسي، فهمتوني؟ هكايا كتشوفوا. هنايا درت المقادير ديال الكاناش ان شاء الله راه تلقاوه في صندوق الوصف. هنا البنات عندي كاس ديال السكر ونص كاس ديال الماء ونص كاس ديال الحليب وهكايا جيلاتين، وكذلك 200 غرام ديال الشوكولات. نعطيكم بكاس بالعبار غتكون 24 قطعه ديال الشوكولات و 100 غرام ديال 150 ولا 120 غرام ديال السكر، وكذلك نص كاس ديال الماء ونص كاس ديال الزيت. المهم كنديروا كلشي، كندير هكايا كاس ديال السكر ونص كاس ديال الماء حتى كيطبخ كيطلع لك دوك الفقاعات الكبار البنات. من بعد نخرجهم كنضيفوا عليهم الحليب، عاد الجيلاتين. الا الجيلاتين ما كانش عندكم غبره غادي ديروا 4 الوراق ديال الجيلاتين. من بعد ان شاء الله غادي نضيفوا الشوكولاته ونبقى نحاولوا هكايا نحركوه حتى يذوب، ومن بعد ان شاء الله غنصفيهم. ملي نصفيهم غادي نردهم للثلاجه. هنايا البنات الكاناش ديال الشوكولا، هاد الكاناش الشوكولا باش كنديروا الدميعات. درت هنايا الشوكولاط تذوبته وخلطت الملون الاحمر مع الحليب هكايا، كنبقى نضيف حتى كنتحصلوا على هذا القوام هكايا ثقيل بحال خسر معنا. عاود كنردو على النار حتى كيخفاف حتى كيذوب، وكنزيدوا الحليب وحنا كنخلطوا حتى كنحصلوا على القياس اللي بغينا. المهم البنات ودرتو هنايا في هذا البوش هذا، ولا غادي ديروها غير في شي ميكا وتقبوها وديروا تحاولوا ديروا هاد الدميعات. المهم البنات، المهم هنا راه كتشوفوا معايا الخليط برد معايا دغيا، ما بقيت كنحرك فيه هكايا تبرد. نتوما هاد المرحله هذه تحاولوا انكم تزربوا فيها وما تعطلوش. المهم هكايا كنبقى غادا باش تجيني دميعه هكا. كنبقى نوريك وركه الاولى الثاني بحال كنضغط شويه، فهمتوني؟ هنا البنات هاد الكاناش راني وجدت الطورطه رديتها للفريغو هكايا حتى ساليت داكشي الاشغال ديالي. طرفت الكوزينه وغسلت داكشي اللي غادي نخدم به، عاد وجدت الكاناش. من بعد حطيت الكاناش في الثلاجه حتى برد تقريبا. هاد الكاناش كيخدموا بحال اليوم بغيتي تخدميه اليوم خليتها لغد ليه خدميه نهار قبل، فهمتيني؟ بحال هكايا. المهم انا راه حاولت خليته نص ساعه هكايا في الثلاجه، من بعد عاد جبدته من الثلاجه دفيته، ومن بعد درت فيها الملون. وكنزيد الملون كيف ما كتشوف معايا بالتدريج، مخلطته شويه مع الحليب وكنزيدو هكايا. المهم من بعد معنا انا دايره هاد الدميعات، انا كنكبو غير من الفوق ونحاول انني نقاد السطح ديالو. اما نتوما الا بغيتو تغلفوا هاد الكاناش تغلفوا بها الطورطه كلها غادي تهزوا كاس هكايا وبقى تخويو. المهم هنا ديال النجيمه اللي قاديت معكم. من بعد ملي خرجتها حيدت ديك الميكا وقلبتها وعاد حطيتها بالوجه الثاني ديال اللي كانت محطوطه فوق سميتو فوق السلوفان. كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي الطورطه اللي وجدت معكم اليوم. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم البنات. صراحه جات خطيره في المذاق، جات هكايا زوينه وبنينه ورطيبه وهشيشه حيت شرب. البنات اللي باغيين ياخذوا هذا كمشروع، المهم هذا تقريبا انا عبرته لقيت فيه 2 كيلو. المهم هذا كنعبروا كنخرجوا ل 80 درهم الكيلو تقريبا. خرجت لنا هنا 2 كيلو. نتمنى ان تنال الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى الفوز ان شاء الله للمنتخب الوطني المغربي. المهم البنات ما نساش نقول لكم المقادير دائما غادي تلقاهم في صندوق الوصف، وكذلك ما تنسوش انكم تدخلوا عندي الانستغرام والفيسبوك وتشتركوا عندي في القناه. الى اللقاء.